السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل بقى وصفة حلوة قوي مع بعضنا. هنعمل النهاردة شيش وطريقة سهلة وجميلة وطالع معانا حلو قوي واخد لون حلو قوي معانا. بسم الله ما شاء الله. يعني طالع معانا حلو وروعة ومستوي، والخضار اللي فيه مستوي واخد لون حلو ما شاء الله. عملنا جنبيه سلطة طحينة. يلا بينا بقى على الطريقة. وقبل ما نروح للطريقة زي ما احنا متعودين، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، بحبكم. يلا بينا على الطريقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بقى نعمل وصفة حلوة كده. نعمل مع بعض شوية شيش. معايا هنا الفراخ اهيت. ديت بنات. آه، يعني تعمليها بصدور الفراخ او بالوراك. انا جايباها ديت اوراق. تمام، ده كيلو من الفراخ. تمام يا بنات. معايا هنا بقى للتتبيله عصير ليمون. معانا هنا البهارات بتاعتنا اهيت، عباره عن فلفل وبهارات شيش وفابريكا وتوم بودر بصل بودر، شويه كزبره وشويه جنزبيل. تمام كده. ومعانا طبعا معجون طماطم، معانا ناخد معلقه، وخل وزيت وشويه مستردة وصويا صوص. هنبدأ بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونحط حاجتنا التوابل بتاعتنا كلها كده الأول على بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعلقة من معجون الطماطم بالشكل ده، والمستردة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا حطيت المستردة، واحط بقى معلقة صويا صوص بالشكل ده. معلقة الخل، معلقة زيت، حط شوية زيت كمان كده. تمام. ومعانا اخر حاجة معانا الملح والليمون. شوية ملح كده. تمام. وعصير الليمون بقيمة معلقة كبيرة كده من عصير الليمون. ولو عندك بقى شوية لبن بقى يعني يا علبة زبادي، لبن رايب، يعني اي حاجة. هنا بقى نزلنا بقى باللبن الرايب. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا كلها بالشكل ده كده مع بعضها. التتبيله دي طبعا تعمليها من بالليل عشان تديكي نتيجه حلوه قوي معاكي. نبدا بقى نقلبها كلها كده في بعضها. ابدا بقى انزل الفراخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلها بالراحه كده. قلب بقى كويس كلها فيها كده. بسم الله كده بقى تبلنا الشيش. انا هغطيه بقى بنات وهسيبه في التلاجة. انا بعمله قبلها بيوم، يعني انا دلوقتي بالليل متبلاه عشان نعمله تاني يوم. كل ما بتحطيه في التتبيله وقت اكبر كل ما بيديكي نتيجه حلوه، او بيبقى طعمه حلو او معاكي وكده. ولو مستعجله بقى وعملتيه في نفس اليوم، على الاقل كده بتحطيه في التتبيله دي ساعتين او اكتر. بس يعني لو ساعتين برضه هيديكي نتيجة برضه كويسة. تمام. هندخله بقى التلاجة. هنا بقى بنات الشيش بتاعنا اهوت بعد ما سيبناه في التتبيلة. تمام. هنا قطعت بقى فلفل الوان
وبصل بالشكل دوت. تمام، قطعته بقى ايه بالمنظر دوت كده. إيه ماشي، نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى ايه العصيان بتاعتنا هيت. انا بحب ابدأ اول حاجة كده ببدأ بيها هي ايه البصل، بحب اخليه تحت كده إيه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين ناخد معاه ايه فلفلاية كده، معاه هنا ايه قطعة من اللحمة، بعدين فلفل، بعدين بصلاية، بعدين قطعة من الفراخ، بعدين هنا بالشكل ده كده. المنظر ده بصلاية. انا هنا هحط ايه 4 في ال 4 من الشيش في قلبها ايه كده. تمام، هنا ديت نازلة إيه بالشكل ده. او عندك بقى طماطم من الصغيرة دي، بتحطي بقى طماطمية هنا في الاول كده. بسم الله ما شاء الله كده بقى ايه شكل الشيش معانا بالمنظر ده كده. هنا بقى نحطه بقى ايه على الصينية بالشكل ده كده. تمام، اعمل معاكم بقى واحدة تانية مع بعض. طبعا العصيان بتبليها بمية قبل ما ايه تستعمليها عشان العصيان ما تبقاش تنحرق منك. تمام، وساعات برضو تغسليها عادي وتستعمليها تاني، مفيش ايه اي مشكلة. تمام، ما نقدرش على ايه على نفسنا. بصلاية، فلفل اخضر، فلفل احمر بالشكل ده كده. انا هحط في كل واحدة 4 من الشيش. تمام، انا بحطها بقى يا بنات بقى ايه على الشواية، إيه تحت الشواية قصدي. تمام، لو الشواية بتاعتك بقى واطية حطيها على الرف الاولاني. إيه يعني نارها إيه عالية قوي، حطها ايه تحت في الرف اللي تحت. تمام كده، حطي هنا طماطمية بالشكل ده اهو. تاني واحدة اهي يا بنات. تمام، هنخلص بقى الكمية كلها وايه نرجع لكم تاني. وبكده بقى يا بنات الكمية بتاعتي خلصت اهيت. بسم الله ما شاء الله. نبدأ بقى هنا بقية التتبيلة. أبدأ بقى ايه احطها على الشيش كده بالشكل ده. هدخله بقى الفرن على الشواية. طبعا انا بحطه تحت الشواية، لو الشواية حامية حطها على الرف الايه اللي تحتاني، لو عندك هادية يعني نارها هادية حطها على ايه على الرف الفوقاني. تمام، وصلتوا معايا بقى لحد هنا بقى، ما تنسونوش في لايك وكومنت حلو. ربنا يجعلكم باب رزق ليا يا رب، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. ندخلها بقى ايه الفرن. ده بقى يا بنات الشيش بتاعنا خلص. بسم الله ما شاء الله، طالع معانا روعة، حلو قوي ومستوي شايفين. بسم الله ما شاء الله عليه. نبدأ بقى نبص بقى في طبق التقديم بتاعنا. طبعا انا عاملاه زي ما قلت لك ايه فوق يعني حطيته تحت الشوايه بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حلو قوي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طالع معانا حلو قوي ان شاء الله. معانا هنا بقيه الكميه يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله ما شاء الله، طالع معانا هو زي الفل ما شاء الله عليه، جميل قوي ومستوي ما شاء الله. وعملت جنبي بقى شويه طحينه بالشكل، شويه طحينه بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. طالع معايا حلو قوي وجميل، وطريقته سهله مفيهاش اي حاجه بالشكل ده كده اهو يا بنات. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ والفراخ بتاعتي مستويه خالص اهيت ما شاء الله عليها اهيت ما شاء الله. يعني ايه تعملي بقى ايه في البيت بقى مطعم لولادك، وعليه بقى شويه طحينه بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله جميل قوي. إيه يعني يا رب الطريقه تكون عجبتكم وهتعجبكم باذن الله. متنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه. بحبكم في الله احلى متابعين.